السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم أيوب نوري فلوقات تركيا. اليوم عندنا مغامرة طبعا واستكشاف بنص مقبرة. هاي المقبرة أكبر مقبرة بالمحافظة اللي أنا بيها، هي محافظة سبارتا التركية. ونبلش من هذا المغيسل اللي يغسلون به الميت. هذا اللي يغسلون به الميت، شوفه هذا كله مغيسل يدخل هناك. هاي الأقرباء عايشين ينتظرون هنا قدام هاي المكان، هاي المصطبات. ها وهذا المكان، هذا الدخولية، هاي مالت الدخولية، هاي مال المقبرة. هاي الدخولية مال المقبرة. هذا الجامع اللي يصلون عليه صلاة الجنازة، بس هم ما يصلون داخل المسجد، يخلونها برا هناك اكو بالحديقة الخلفية. وهاي السيارة اللي هي تنقل الوقف، البلدية هي اللي تنقل الجنازة من المستشفى وتجيبها هنا وتخليها هنا. واكو كادر، هذه السيارة، ذيك السيارة اللي واقفة، هاي كادر هم اللي يدفنون. انت ما عليك، تجي هنا بس تنطيهم تستلم الجثة وتخلي لهم اياها هنا ينزلونها، بعدين تجي من هناك. هذه السيارة طبعا هاي يعني هذا الدرج، هذا الدرج اللي صاعد فوق هيك، هذا الإدارة هم اللي تسلم بيها الأوراق مال الميت وتنطيهم الجثة. وذيك السيارة اللي يخلون بيها البلوك أو الحجر أو الجسمة. وهذا الجامع حكينا عنه، قلت لكم هذا يصلون على الميت. وهاي السيارة مال البلدية هي اللي تجي. هسه عاد خليكم ويانا اليوم افترض لكم هنا نشوف القبور، لان هاي الصراحة أول مرة أدخلها هاي المقبرة. هذا أول قبر أشوف سبحان الله. أنا من أجل المقبرة أشوف التواريخ وأشوف سبحان الله. 29/10/1923، متوفى 13/2/1993. الله يرحمه. سبحان الله. هذا الشاب بولاند كارا اسمه، مواليد 1973، متوفي بال2003. الله يرحمه، الله يرحمه. طبعا الأتراك يحبون يعني القبر، يعني عندهم القبر، يعني بعدهم ما عندهم هاي اكو بعض الدول. احنا ما نريد نتطرق الامور، يقول لك هذا السلفيه وغيره وغيره. لا ما ندخل، بس هم يعني بعدهم على الدقه القديمه. الاب يصير يعني جوار ابنه، والزوجه والزوج يعني نفس القبر. هسه هذا قبر الاثنين، قبر الاثنين. شوف سبحان الله. هذا همين قبرين، همين قبرين. 93 هواية قاعد القوم كله 93 سبحان الله. شوف هسه هذا 93 متوفي، وهذا هم متوفي 93 1936 عمره. هذا 1971 متوفي بال 2016. وهذول اثنين، هذول اثنين. هذا اسمه اسماعيل، هذا اسمه يشار. هذا متوفى 10/8 جاي عفوا مواليد 10/8/1930، متوفي 3/6/2005. الله يرحمه. شوف القبور مالتهم، شوف القبور مالتهم. عبالك مسويها حديقة. هاي المقبرة طبعا قلت لكم جديد جيت عليها. خليكم وياي، خليني اشوف. تسمع انا ما اريد كل شوي اقول خليكم وياي، بس انتم المهم لا تروحون. يعني شوف هاي المقبرة، شوف الشوارع مالتها، شوف الماركتات اللي بصفها، العماير. شوف هذا الماركت ذاك الشوك. شوف هاي الشوارع بنص المدينة صايرة.
بس انتبهوا على الشوارع الفرعية مالتها، يعني حتى إذا تيجي الضوج تيجي تزور أقربائك، يعني مكانها يعني يوخر الضوجة من عندك، يوخر يلا خلنا نروح. هاي رايح منها، هاي منتزه بصفحة، الشوارع عماير. خليكم هناك. هاي شوف يعني هاي الحروف ميم لال، هاي يعني كل عائلة مثلا خلينا نقول هسه هذا قبرين هناك، هاي مشترين هذا المكان، ذاك المكان فارغ. هذا الحرف اللي هو يبدأ بال هذا مكان فارغ خلونا بصفة. هذول اثنين، هذا مواليد 1934، متوفي 1997. شوف هذا قاعد ينظف المقبرة، خلينا نشوفه لو يروح من النوم يخليني قد اصير مسافة ويروح يجفني شيء، بس يلا. سلام عليكم. خلاي قال صنابي. هذا قاعد ينظف قدام القبر مالته. احلى شيء هي بهاي شوف هاي القبور هنا، هاي يعني الحنفية مال المي. شوف هاي واحدة هنا، هذيك الثانية هاي شوفها، كل جهة يعني بيها حنفيات وبيها يعني خدمات واصلتها ليمها الشوارع. هاي الشوارع مالتها شوف. هاي الأحلى شيء هم كل من ينظف، يعني إذا يجي شخص مثلا يزور أقرباء أو شيء يجي هو ينظف، هو يقعد ينظف. هذا قبر جديد لا هذا بال 2022 يعني 4/11/22. خلينا نشوف اليوم أقدم قبر. هاي شوف هاي حنفية هم بصفنا، هاي واحدة. ها يعني ماكو حتى ماكو 50 متر، ماكو 50 متر، يمكن كل 20 أو 25 متر هاي تصير الحنفية. والله على فكرة طبعا هذا المي نازل من الجبل، يعني المي ماله أصفى من الفلاتر، أصفى من الفلاتر. سبحان الله. شوف ما أقول لكم عندهم عادات وتقاليد. شوف حتى هاي هذا مكان شلون هذا المرمر مسوين هاي الوقفات، هاي مسوين هاي شلون قعدات. هذا شوف هذا مسوينه على شكل كتاب، على شكل قرآن. مواليد 1930، متوفي ب 2002. الله علي. انا كنا نقول نريد نشوف لنا قبر واحد قديم. هذا مواليد، هاي زوجته طبعا، لان 1931 ومتوفي بال 1992. سبحان الله. شوف دافينهم سوا هنا، دافينهم سوا. يلا خلينا نشوف لنا مكان قديم النوب. اليوم اريد اشوف اقدم قبر، اقدم تاريخ متوفي بي. طبعا قاعد يسألني هذا هنا هو، فسألته قلت له شنو ذني؟ قال ذني يخلون بهن مثلا ينادون بهن كاميرات، هم كاميرات وهم سماعات. مقبرة كبيرة تعرفون تجي الناس تزور. فسألني قال ايش عندك هنا؟ قلت له والله قاعد اصور هنا. فقلت له طبعا، فهيك ابتسم. اول مرة كان مشنق من عندي طبعا. قال لي انت منين؟ من اين انت؟ قلت له انا عراقي. قال ها، الظاهر عنده يعني شوية اقدم للسوريين، لان تكلم كلام على السوريين
مو حلو. فقلت له أنا عراقي. شوف هذا الجار مدري شنو طالع. دا يسألني على صدام حسين، هل تحبون صدام حسين؟ هل تحبون؟ وين ما تروحوا تنسأل هذا المكان. طبعا هذا المكان عفوا السؤال وين ما نروح يعني يسألوننا إياه، حتى بالدول العربية. المشكلة ما تقدر تجاوب، يعني تخليه يقول له، يعني تغفر له الموضوع، الله يرحمه والله يرحم فلان وفلان، حتى بعدين ما يصير عندك مشاكل او يصير احتمال تلقى ذول العنصريين او تلقى غيرهم وتلقى غيرهم، فتختم الكلام الله يرحم فلان الله يرحم فلان. هل تنتخب فلان تنتخب فلان؟ طبعا تنتخب. لا والله احنا ضيوف على هذه الارض. فضحك فقال لي تمام، يعني هو حس بالنقرة بان، حس بالفيلم بان انا قاعد اتجنب هذا الكلام الطائفي والكلام، فاعتذر قال تمام وخذ راحتك. عرفت ومشيت. خلونا نشوف اليوم اقدم قبر، قاعد ادور بس ما، خليكم وياي. على فكرة هسه سألت هذا، هو سألته يعني هو فادني طبعا ب... بأسئلة سألته بيهم، يعني هو الظاهر يشتغل هنا، قال تشتغل هنا انت؟ قلت له لا انا ما اشتغل هنا، قلت له بس جاي اصور انا. فسألته قلت له شنو هاي يعني الحنفيات وش اسمه هاي، هو الششمة على قولتهم. قال هاي صدقة جارية، يعني كل إنسان عنده مثلا أبوه أو أخوه أو أمه أو غيره، قال فيدفن مثلا يدفن. طبعا شوف هذا حتى هو حكالي، قال فشي يسوي يجي يخلي هاي الحنفية نازلة من هناك، طبعا هي واصلة البوارد ما بس المهم يعني هاي تعرف انت الاجور العمال اللي يطلع البوري اللي يطلع شو اسمه اللي تبنى، فيقول هو يسويها صدقة جارية عن روح أهله. فدا يحكي لي يقول لي قبل كانت يعني المقابر يعني بهالشكل هاي تدفن. هسه طبعا هذا قبر وهذا قبر وذا قبر وذا قبر وذا قبر. فيقول لي هيك يعني، يقول بس هسه شويه قامت الناس لا تجي حتى ما يتيه ابوه او ما يتيه. سلام عليكم. عليكم السلام. ناصصن؟ اي والله شوك شكر. وهذول صور تشكر لار. هذول طالعين شباب يجون شو اسمه، يقول لي عمل موفق، يقول لي عمل موفق. طبعا هاي هسه سألت واحد، هاي المقبرة مال المسيح، مقبرة مال المسيح، شوف مال الطائفة المسيحية. ها طبعا يعني عندهم مكانات بس شلون يعني، حتى هم شلون، حتى هم ماخذين يعني مكانات. شوف هذا حتى السياج مالته هذا البلوك شوفه، هذا كان سياج بس قديم. فشوف يعني لاكو فرق بين مذهب ولاكو بين هاي، هذولا الطائفة المسيح وذول المسلمين. يعني شوف الرسالة من هذا، بأن مهما عليت ومهما تجبرت وسويت وآخرك راح ترجع تندفن بالتراب. كانك مسيحي وكانك يهودي وكانك نصراني وكانك سابئي وكانك مسلم سني شيعي غيره، خلي كلها تترك هاي المسميات والرجوع على الله. طبعا لفت انتباهي شغلة، لما كنت اصور هناك كان اكو واحد قاعد يوايج من هاي الصفحة، خلينا نشوفه شنو هذا. اخاف من ذول جماعة السحارة، لان والله الصراحة انا قمت اخاف، والله شاهد قمت اخاف. 1908 23,1908 متوفي بالعشرة 10/3/1900، يعني 1908. هاي 1917 أقدم قبر. شوفوا 1917 متوفي 16/4/2008. يعني ايش قد عاش هذا؟ 1908 23/10
1908 متوفى 10/3/1991. اوه. اسمه عبد القادر. ما شاء الله يا رب. ما اعرف والله، انا شفت بس انسان ما اعرف والله، بس كان واقف يم هاي الحنفية. بسم الله. اخاف طبعا من قبر شي اخاف ادوس عليه او حفرة او شي. بس هو شفته هناك، هنا انا شفته بهاي الصفحة. انا اتصور من هناك نزلت، ما لقيت الشخص، ما لا. بس هذا ما يعني لا حد يقول لي خوف ومش هو، لا حد ما كان بالنسبة الحمد لله والشكر. خوف ما اخاف. شوف هذا الطائر سبحان الله. شوف القاهن بكثرة بالغابات وللمكانات هاي. شوفونه. الاشجار شوف اكبر مقبرة هي هاي بهاي المدينة اللي بيها اني. ما شاء الله يعني المساحة مالتها يعني ما اقدر اقول بكبر مثلا مقبرة النجف. لا عمي مقبرة النجف ماكو. اسطورية النجف، اسطورية. طبعا حتى بخاف باكر عقبه يطلع صوت هذا الصوت طبعا مال دراجات نارية شوية اللي يفحطون بيهم. طبعا اكو شيء حبيته هنا عندهم هم. شوف هم عندهم، شوف هسه هذا جاي 24/3/61 متوفى بال90 13/5/1990. بس شوف هذا 1929 متوفى بال2006. اسمه كمال. هو عندهم شغلات. شوف هسه ماكو هاي الشجرة. شوفها، شوف شلون محوطينها مسوي لها شلون السياج. شوفوها. هاي الثانية. هاي راح تكبر تصير نفس هاي الشجرة. شلون هسه هاي الشجرة صايرة بصف القبر، ديش بصف القبر. شوف هم عندهم قلت لكم شعار ازرع لا تقطع. بالمناسبة طبعا يسولف هذا، يقول القبور اللي مثلا ما عليه مثلا حتى ينسونها. هاي قبور شلون يعني قبل سنتين او اكثر، قبل سنتين. يقول عاد هاي مني شوية مثلا يعني حالته المادية ما تساعد حتى يقدر يشتغلون له مثلا القبر، مثلا يسوي له قبر نفس هذا مثل هذا، وياخذه مثلا شخص يعني اللي هو الاسطى اللي يسوي له اياه. قال حتى يقدر يقسط له اياه تقسط. يقول لان يعني شلون يعني الاجر ماله حتى يكون مثلا ما يخليه حاير. بس شوفوا لي هاي المقبرة كلها مال المعمرين يعني، كلها هاي 1922. ادري وين كنت تحارب ويا هتلر. خليكم وياي. هذنيش البنات. كان هناك بذيك المكان، ذاك المكان كان الصراحة هن ما يقعد الراحة. شوف هذا القبرين 1/2/1938 متوفي 16/6/2004. وهذا متوفي 24/1/95. شوف هاي الشغلة، شجرة طالعة بنص القبر. شلون طلعت بنص القبر سبحان الله. بس قاصينها هاي مواليد 1905. 1905 متوفى 1979. الله يرحمه.
يعني قبور يعني الأرقام والسنين يعني ما شاء الله يا ربي. هذا القبر بس هذا ما كاتبين عليه الاسم، بس هو يعني ما شفت يعني مثل الأب والابن، لا كل هاي اسمها شريفة سقلام 1959 18/7/2000 متوفية. الفاتحة يقول لكم الفاتحة، اقروا على صورة الفاتحة، على قبرها، على صورتها شنو، على قبرها. يعني والله ما اعرف ارقام. اسمعوا هذا طفل اكيد. شوف جاي 2/8/2007 متوفى 13/8/2007. شوف لو عندنا بغير بلاد والله العظيم يدفنونه وحتى ما يدرون بيشوف. ومسوي له قبر ومسوي له اللي هي المزار مالته. وهذا قبر ثاني همينه مال طفل اطفال. شوف هاي الاطفال، هاي الاطفال كلها اطفال، هاي ويا وشوف هذول كلها تلقاهم مثلا ابوه او غير ابوه او يعني اقرباء. اشوف حتى خاف واحد يقول لي اذا ابوه شلون مات قبل ما يعني مثلا ما اعرف. المهم مشوها. يجوز اخته، يجوز فد يعني مو شرط مثلا الا ابوه اللي ميت، مو شرط الا ابوه. اكو هذا الطائر سبحان الله صوته كلش حلو. بس خلينا نشوفه وين خاتل. هو يصير يعني شكله صغير. شوف هذا الشوارع اللي تجي تصعد من الفوق، تصعد على المقبرة. شوارع كلش حلوة. هاي قلت شوف هاي الحنفية، هاي بالركن، وهاي حنفية ثانية. هاي واحدة وذيك واحدة لكم اياها بالكاميرا. ذيك خلينا نتوجه على المكان الثاني ونشوف شنو نلقى لكم وشنو نصور لكم. مقسمة يعني شوف شلون نقول مقاطعة 120 عفوا 122. هاي المقاطعة الثانية. ها هاي شوف هاي منطقة يعني مناطق يعني مثلا هذا الشارع يعزل هاي المنطقة، وذاك الشارع الثاني هاي يعزل ذيك. وهاي بس شوف هذا القبر، شوف التاريخ مالته، شوف ايش وقت مولود 1329 ومتوفي 1976. هذا مو قبر، هذا اكيد طبعا يا اما ضابط شرطة يا اما شهيد. بس المهم هاي حاطين هاي ما يخلونه، هذا العلم ما يخلونه، هاي العلامة الرمز، هاي العلم مالهم ما يخلونه الا مثلا لو شهيد لو مثلا ضابط او فشي. ميت بال76 وباع القبر مالته. القبر مالته شلون محوطيله يعني. هذا نفس الحالة، نفس الحالة. شوف 9/3/1000 1327 متوفي 6/12/1976. نفس يعني قريب على هذا. شوف هو هذا القبر اللي حكينا هسه قبل شوية، وهذا القبر الثاني ما اعرف ذاك معترف عليه جايبه جايبه وياه بالقضية. ما اعرف استغفر الله، ما اريد اشمت بالموت وبالش اسمه. وهاي خلينا نقرا هاي. شوف كاتبين لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله العظيم يا رب. انتم السابقون واحنا اللاحقون، ولا اله الا الله محمد رسول الله.
هذا البشر اللي حكينا قبل شوية، نقول سنة وشيعة ومسيح ويهود وصابئة وغيره، هذا البشر يطلع يطمع يذبح يصلخ يسوي افعل ما تشاء، فانت ميت ميت. هاي القبور، شوف هاي القبور المن، وين الدكتور، وين المهندس، وين الطيار، وين القاضي، وين الملك، لمن الملك اليوم؟ اين حكام الارض؟ اين رؤسائها؟ هاي رؤسائها وهاي حكامها وهاي. هذا بس ب 2/9/1976 1326، يعني ارقام خيالية والله. ماكو هسه اي كل بلدان العالم ماكو هاي الارقام والتواريخ واللي شايف قبور، واللي شايف يعني التواريخ يذكر لي مو يقول لي، يذكر لي 1927 هذا ميت بال 95. 1912 جاي 1912 متوفي 1996. اسمه علي عثمان. علي عثمان. قاعد اسمع صوت، خليكم وياي. اسمع صوت هيش خفيف. تعي شفتك هاي الرقة السلحفاة، شوفوها. خل ادور لها خلنا نشوفها هاي وينها. شلونك؟ شلونك؟ ختلت خجلانة طبعا. تقلب هاي تحافالي فشيتي تاكله. هذا هنا خل نرجعها هنا. يا رب بسم الله. يلا خليش. هاي الثانية ذيك شوف شلون بعد. لا ليش باين هيك؟ يلا روح يلا روحن. طبعا بالمناسبة انا ابد ما اخاف من هاي حتى اي مقبرة ادخلها ما اخاف من عندها. لان مكان طبعا يعني مو مرعب. حتى بالليل الحمد لله شكر انا عندي قناعة وعندي يعني ابد ما اخاف. بالليل بالنهار بكل مكان ما اخاف من عنده. واقدر ادخل باي مكان مرعب ادخل بيه، بس المهم يعني احفظ واتحصن وادخل. هذا سبحان الله شوف فيش جاي 1975 ومتوفي يعني ورا سنة متوفي طفل هذا. الله يرحمه الله يرحمه. شفتوه؟ انا ترى جاي اكثر شيء قاعد اوثق لكم الارقام والتواريخ والسنين. 1341 متوفي 1978. اكثر الناس يعني يحبون يشاهدون ويشوفون الارقام بالمقابر، ويشوفون ليش حتى شوية ترجع الى الله. بسم الله. شوف هذا الغراب شلون نزله. اكثر الحيوانات هنا هاي الغربان. شوف هذا الغراب، هذا اللي عندنا بالعراق يصير هذا الابيض واسود، يصير ابيض واسود.
وهذا مثل الهدهد، طير مثل الهدهد ومثل البلبل، يعني طيور هنا حتى ما تخليك تخاف ولا تخليك تحسسك بان انت بمقبرة. فجبتها على مود اللي قلت لكم اكثر الناس تقول لي وثق لنا وسووا ونريد نشوف، واكو بيهم يقولوا لي لا تروح المقابر وسخة، وانتم شفتوا هاي كم مقبرة انا ادخل بيها، وطبعا يصير لي مفاجأة. خليكم وياي. شوف هذا القبر، هذا القبر 1320 هو جاي، ومتوفي متوفي 1997. تمام. هاي اسمها مريم طبعا، هاي يعني مرة. فشوفوا هذا الشخص، شوف يا سنة 1926 ومتوفى 17/4/20. حسين، اسمه حسين. بس شوف الترتيب مالته، وشوف الورد مالته، هذا اللي زارعينه على القبر مالته. هاي كلها زارعينه على هذا الورود هاي شوف هاي الكتاب يجون يقرون عنده هنا. هذا هذا الكتاب اكثر شيء يجون يقرون هنا عليهم. شوفوا هذا ايش قد صار له، شوف التاريخ مالته 1892، متوفي 1975. اسمه كو كو كوركولوش شافاجي. هذا مهم بالدولة، هذا قبل يجوز كان عنده منصب او فشي، لان هم هاي دائما هاي العلامة ساعتهم حتى بالبنايات، اي بناية تفوت بيها وتشوفه معلق علم تركي هذا عنده شهيد. هذا رشيد اوغلو باو شو اسمه مالته باو 21/7/1906، ومتوفي 10/11/1978. اقرأوا الفاتحة الله يرحمه. على فكرة صحيح تقرون الفاتحة، لأن ما دامكم تتابعون، بس المهم يعني مرة واحدة تقرون الفاتحة، مو كل قبر وكل شيء يعني تقرون الفاتحة. هذا 26/5/1924، متوفي 12/8/2013. الله يرحمه. زوجته هاي. لا يا زوجته، استغفر الله، يا زوجته. هذا اسمه أحمد كيزي، يعني أقرباء احتمال. حتى شوف هاي سبحان الله، شجرة صايرة بالنص بيناتهم، يعني حتى من الحفرة والقبر ما خربوا هاي الشجرة، ما خربوا هاي الشجرة. ولا أحد يقول لي هاي الشجرة احتمال هي يعني كانت ما موجودة، أو كانت هاي الشجرة معقولة بال 2013 يعني مو هيج؟ باو عليها 2013، لا بالله كانت هاي الشجرة. وشوف بس هم ما يحبون، قلت لكم يقطعون الأشجار يخلونها هي. باو هاي صايرة بنص القبر. 1910 هذا جاي، متوفى 1920. شوف ايش طالعة بالقبر مالته، شوف الشجرة شنية، شجرة اللوز. شوف الله شلون الريحة بالورود مالتها. واه. اللي مخنوق من الدنيا يتفرج على هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو شوية بي يعني شي يخليك تحس، خليك اذا كنت غلطان ويا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ترجع الى 1908. هذا متوفي، لا جاي 1908 متوفى 1975. وهذا جاي 1916 متوفى 1985. مقابر يعني تاريخ. هاي المقبرة طبعا يمكن راح تسألون تقول ها شلون
هاي مقبرة طبعا يعني هم يجددون بيها الابناء والاجيال، واحد واحد يجدد. شوف هي هاي قلت لكم يحجزون، هاي حاجزينه. هذا القبر، هذا قبر 18/6/84. هذا جاي للدنيا 1920. فهاي قلت لكم كل يحجزونه. فهاي المقبرة يعني مقبرة معمرة، يعني كل الاشخاص اللي بيها ميتين من سنين، من آلاف السنين، من آلاف السنين ومئات السنين. بس هاي 1327، متوفى 1990. الله يهديك. يعني هذا قدر الله كاتب عليه هذا القبر. بس خلينا نشوف وين ايش صار له. ما حاطين بيه تاريخ، ما شفت التاريخ مالته وينه. هذا هنا، لا ماكو، والله ما شفت. بس تشوفون انتم ما قاعد اشوف. خلينا نروح نصور يم قبر ثاني. تعال شوفه هذا، سبحان الله، جاي للدنيا 9/9/1930، ميت 9/9/1990. سبحان الله. يعني ميت بعيد ميلاده، بعيد ميلاده متوفي. هاي اكثر القبور طبعا تتفلش يعني من الامطار. وثاني شيء اكو اشجار قاعد تدخل وتصير بنص الاشجار. شوف هذا، هاي الاشجار قبل داخله نص القبور، بنص 1950، متوفي بال74. 1896، 1/7/1896، متوفي 21/1/95. هذا تقريبا صار له 20 يوم، ما اعرف. بس المهم 14/3/2023. واليوم احنا بشهر الرابع، يوم 8، يمكن 8/4/2023. الله يرحمه، الله يرحمه. 15/4/1942، متوفي 29/4/2018. انت شو وقت جاي؟ 1911 جاي، متوفي 1975. فاحنا حتى نختم لكم هاي الحلقة وهاي المغامرة والاكتشافات. قلت لكم طبعا اني اجي اكو ناس تذكر لي مثلا مقابر، او تذكر لي بيوت قديمة، وتذكر لي مثلا مكانات. هسه ذكروا لي هاي المقبرة، وذكروا لي بعد كهوف وشلالات وغابات. بس ما اقدر اطلع عليها هسه لان رمضان. الجو حلو طبعا عندنا، بس اخاف من العطش والله، مو على مود فشي، لان اتعب. 30/12/1996، متوفي 22/10/2017. الله يرحمه. على العموم احنا لهنا ونقول لكم انتظرونا بحلقة جديدة. وهذا شوية اللي شوية عنده خلقة بصدره، او اللي عنده يحسب نفسه مقصر بالدين ومقصر ويا الله سبحانه وتعالى، الرجوع الى الله، الرجوع الى الله. والله العظيم اقول لكم الرجوع الى الله. كنا مقصرين، ما اقول لك اني امام وخطيب واني نبي واني لا، بس كنا مقصرين. بس ارجع، حتى اذا تقصر استغفر وارجع لك. الله سبحانه وتعالى رب يغفر لك ويتوب لك ويخليك يطهر جسمك ويطهر قلبك. فنقول لكم إلى اللقاء، حلقة قادمة. جزاكم الله خير ومع السلامة.